مين؟ الحمد لله على الله السلامة. يسلمك. تعال عشان عايزك. حاضر. تعال يا سلام. ايه يابا؟ لبستي جبت النهارده. لا والله. والله. ربنا يزيدك يا رب يا احمد خد. ويرزقك. ده مصروف البيت. كام دول يا احمد؟ دول 2000 جنيه. يا احمد هما ال 2000 جنيه دول مش بيزيدوا خالص؟ مالهم ال 2000 جنيه يعني؟ ما البيت ماشي بال 2000 جنيه من زمان، المشكله ايه اللي اتغير يعني؟ يا احمد بص حواليك يا احمد، الاسعار غليت يا احمد، وانا ما عنديش عارفه امشي نفسي خالص والله. ابص حواليا. بصيت حواليا الدنيا حلوه والله. ده انا حتى نفسي عايز اجيب طاجن مش عارف اعمل ليه لك يا احمد؟ ايه. ما انت كل شهر بتجيب طاجن لنفسك يا احمد. يعني انت بص على الطاجن اللي انا بجيبه كل شهر. طب اقول لك على حاجه، انت فكرتيني في بنطلون كنت اصلا بص عليه في محل تحت في الشارع من 3 ايام ونفسي اجيبه، وادي جبطته وعايز اجيبه، هنزل اجيبه دلوقتي. خلاص خلاص ولا في حاجه؟ ماشي يا احمد. والله العظيم قعدتك تغم. طب هعمل ايه يا ربي؟ الله يسامحك يا احمد، دبرها من عندك انت يا رب. مين؟ السلام أخويا. عليكم. وعليكم ازيك يا السلام. سلام؟ تعالى عاملة ايه يا يابا. أختي؟ الحمد أخبارك إيه لله. يابا؟ انت عامل الله ايه؟ يخليك يا سلام. الحمد لله والله. امك وابوك بيسلموا عليك. الله عامله ايه؟ يسلمهم. تعالى يابا اتفضل. ماشي يابا. ايه يا سلام؟ تعالى يا اختي جنبي. عامل ايه يابا؟ والله وحشاني. اخبارك ايه؟ والله وانت كمان. انا طول الحمد عمري لله. بقول يعني بصي، قدمي ده قدم رزق، ووش فلوس. مجهزه لي فلوس؟ هاتي بقى. مش شغل عليك والله يا حماده، ده فلوس الشهر. نزودهم لك يابا. طب انت زعلانه ليه؟ بتقولها وانت زعلانه ليه كده؟ يا حماده اخويا انت عارف انا متجوزه بقالي 4 سنين، واحمد مش بيديني الا 2000 جنيه. مش حاسس ان الدنيا غلي يا حماده، وانا مش عارفه امشي نفسي والله. يعني هو بقاله 4 سنين ماشي على مبدأ معين بيدولك ما بتغيروش؟ والدنيا غليت دلوقتي وهو مش حاسس باي حاجه يا اكيد حماده. حاسس، بس احنا الواحد مننا ما بيحبش يتكلم، بيبقى ضعيف. هيقول ايه؟ قاعدين ماشي بيته. الست بنت الاصول في الوقت ده هي اللي بتسند يابا. معلش استحملي. هيجيب منين؟ هتلاقي الرزق على الجد محدود. طب يعني هو اداك فلوس من القبض هو جوه نايم ولا ايه؟ لا يا اخويا، ده نزل يجيب بنطلون لاقيله من المحل اللي تحت. راح يشتري بنطلون. اه. معلش يابا من نفسه، ما هو بيمشي مع الناس برضه، مع زمايله عايز يلبس. شكله هو ده. هجوم. طب ماشي يابا قومي شوفيه. مين؟ الحمد لله على الله السلامه. يسلمك يابا. جبت يابا البنطلون خد عاجبك؟ فيها اهو. تعيش وتطول يا رب. محمد اخويا جو. حماده هنا؟ اه. يا بقى اوريهم من مره بقى. طيب عملنا ماشي. شاي. حاضر. ماشي يابا. تعالى يا احمد ابو النسب. عامل ايه؟ الحمد لله والله يا اخويا. أخبارك؟ عامله ايه يا جوز اختي؟ الحمد لله والله تمام. بقول لك ايه، انت لسه هتتمثل؟ ما تجيب يا عم زياره ولا زياره يا عم؟ سجاره؟ سجارتي يا حماده؟ انا معايا سجاير بس بقول لك انا حالف عليها ما اديش حد، ولا باخد من حد ولا ادي حد. اشمعنى يعني؟ السجاير غلت ما انت عارف. يعني غليت؟ امال ايه؟ وبتشتريها؟ اكيد طبعا هشتريها، ما انت عارف ده كيف يا حماده. لازم مضطر اشتريها. مضطر يا عم. الله يعينك. المهم بس الله سيبك انت من يعينك. السجاير، هديك ما تخافش هديك. بص على الحته الجامده دي. لسه الله شاري حالا. عليك يالا. الله عليك. بص على الجد على الجد إيه على رأيك؟ الجد. الله ينور عليك يابا. يسوى كام حته ده؟ اقسم بالله على اللوز. يسوى كام؟ دي بسم الله ما شاء الله. هي الخامه نظيفه. لا الخامه لا هو غالي. هو يعني بتاع 200 250 جنيه. 200 جنيه؟ اه. ده ب 400 جنيه يا حماده، انت نايم ولا ايه؟ ده بكام؟ 400. خدني معاك. ضحك عليك انت برياله. ضحك عليا؟ انت شكلك ما اشتريتش من زمان، ولا شكلك نايم في البيت؟ في ايه يا عم مالك؟ ليه يا عم في ايه؟ النهارده شوف روح اشتري بنطلون، شوف هيبقى بكام، والتيشيرت بكام، والجزمه بكام. الدنيا كلها غليت يا حماده. الدنيا كلها غليت. امال ايه؟ كل الاسعار ولعت. لا اله الا الله، ما انت فاكر ايه يا حماده؟ لا اله الا الله. طب رغم ده كله هي مصاريف بيتك ما بتزيدش خالص؟ ايه؟ لا خليك صاحي معايا. ده لسه هيقول لي ايه؟ السجاير غليت وبنشتريها واكله معانا. الجاكيت ممكن يبقى ب 400 نروح نجيبه ب 1000 ونص، وقت ما حد يقول لك غلي تقول له ايه يا عم اصحى انت نايم، الدنيا غليت. طب وبالنسبه لمصاريف بيتك يا صاحبي اللي انت كنت بتدفع 1000 ونص من سنتين، كان ممكن يمشوا الدنيا يزقوا، النهارده ما ينفعوش. النهارده اقسم بالله ما يكفوا مصاريف اسبوع. بص لو انت ما معكش فاحنا مضطرين احنا تحت رجلك يا عم. احنا اولاد اصول نستحملك على الحلوه وعلى المره. لو انت ما معكش على راسنا من فوق، لكن لو انت معاك وبتستخسر روح يا شيخ اله ربنا يشيلك. بص حواليك، شوف الاسعار وشوف الدنيا عملت ايه. شوف انت كنت بتروح في شغلك مواصلات بتدفع كام والنهارده بتدفع كام. كل حاجه. علبه السجاير لو زادت 50 جنيه هتشتريها. مقتنع ان الدنيا كلها غليت، انما حد يجيبك يقنعك ان مصاريف البيت كمان بتغلى؟ لا مش مقتنع. هو اللي انا بدفعه حلو مش هيزيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.